هلو. خليني اقول في البداية ان انا مش بعمل النوع ده من الفيديوهات عادة، وانا مش بحب اتكلم على حد عادة برضه. بس الموضوع بجد بقى مستفز ورخم ومعصبني جدا. تعرفوا ان انا بقالي اكتر من 10 سنين اشتغلت مع جمعيات رفق بالحيوان، كمان اشتغلت مساعدة بيطرية، وانا في المجال من زمان جدا. بصراحة جمعيات الرفق بالحيوان كانت بتضغطني شوية، فقررت ان انا اسيبها وما اتجهش للحته دي من الانقاذ، وان انا انقذ ما يمكن انقاذه لما اشوفه قدامي. يعني ابقى ماشيه في الشارع الاقي حاجه فانقذها واهتم بيها. اوقات بعمل لكم فيديوهات للحاجات دي واوقات مش بعملها، لان دي حاجه بيني وبين ربنا، ولما بنشرها للتثقيف وليس اكتر. ولكن مؤخرا ابتديت اتضايق جدا واتعصب واتنرفز ان الموضوع بقى يتاخد في حاجات تانية، يتعمل بيها لايفز، يطلع بيها ترندز، يتعمل بيها فيديوز، وللأسف ما فيهاش أي استفادة تخص الحيوان، بل هي بتبقى استفادة شخصية، سواء من تشهيرهم بنفسهم أو سواء من كسب ماديات ليهم هم شخصيا وليس للحيوانات. وخلوني أقول لكم أنا بقول كده ليه. اللي معصبني اليومين دول يا جماعة هي شخصية كل يوم بالليل وانا بفر كده في التيك توك يطلع لي اللايف بتاعها، علشان الكونتنت بتاعها قريب او يتعلق بالحيوانات، فدايما بيطلع لي از recommendation. الشخصية الغريبة دي هي وجوزها الغريب جدا بيطلعوا اللايف، عندهم بيت يتكون من طابقين او 3، فيهم قطط وكلاب، والمفروض ان هم بيراعوهم وبيعملوا اللايف ده علشان الناس تدعمهم ويبتدوا يدوهم هدايا او فلوس يراعوا الحيوانات القطط والكلاب دول اللي عندهم. وبتطلع في اللايف بتأكلهم وبتتكلم عنهم وبترقص هي وجوزها. الناس اللي بتدعمهم دي او النوع ده من اللايفات والفيديوهات، انتوا مش شايفين يا جماعة شكل الحيوانات؟ انتوا مش شايفينهم؟ مش شايفين قد ايه هم متهانين؟ مش شايفين الاكل اللي هي بتقدمه لهم؟ وفين الادوية اللي هي بتعالجهم بيها؟ وهي بتعمل كده ليه؟ يعني الواحد بيعمل دايما اللي بيقدر عليه، بيشوف قط او كلب بفرده كده بشخصه بيعالجه، وبعد كده يسيبه او يطلعه تبني، بعد كده يعالج اللي بعده وهكذا. فكرة ان انا يبقى عندي قطط كتير وكلاب كتير اتاجر بيهم وبارواحهم علشان مشاهدات وعلشان هدايا، ده شيء مش مقبول ابدا، وبقى رائج وكتير جدا على بلاتفورم التيك توك وغيرها. خليني اقول كمان ان دايما بتطلع لايف مع القطط اكتر من الكلاب. القطط صحتها احسن شويه من الكلاب، ولكن الاكل اللي بتقدم لهم والنظافه اللي حواليهم والهيجين، الموضوع وحش جدا. الاكل ده يعني يكاد يكون مثلا 20% بروتين والباقي نشويات، ومعمول بطريقه يعني صعبه جدا. انا مش متخيله الريحه، لان انا كنت في جمعيه رفق بالحيوان، فانا متخيله ريحه الاكل وقله النظافه اللي موجوده في المكان. القطط كمان بتحب جوزها عنها بكتير، بينفروا منها ولكن بيقعدوا على حجر جوزها وهكذا. ولكن ده ما يدلش على اي شيء ليه علاقه برحمه، او بان هي بتعطف بجد على القطط دي، وان هي حطاها في بيت للانفاق عليها، وان هي تبقى في بيت رحيم. انا مش شايفه كده خالص خالص خالص، انا شايفه العكس تماما. معلش بقى يا جماعه، نيجي عند الكلاب، ايه المنظر ده؟ الكلاب جربانه، الكلاب رفيعه، قفصها الصدري باين، الكلاب مش مرتاحة، قاعدين مع بعض أكنهم، طبعا احنا كلنا عارفين ان الكلاب بتختار القطيع بتاعها، هم قاعدين غصب مع بعض، قرفانين من بعض، كارهين بعض، كارهين المكان اللي هم فيه، حالتهم الصحية صعبة، وغالبا ما بيشبعوش، الأكل اللي بيتقدم لهم مش مشبع، بلس ان محتاجين أدوية ورعاية طبية خاصة. بتعملي كده ليه؟ حد يعني ايه اللي خليكي تعملي كده؟ هو ده شيء طبيعي؟ انت حابه اللي انت بتعمليه؟ يعني اللي بتعمليه ده غلط، انت هتحاسبي عليه. انت فاكره ان انت كده بتساعديهم؟ انت مش بتساعديهم، في مغزى وفي حاجه ورا اللي انت بتعمليه غير خالص الرحمه. النهايه اقول ان انتوا ما تساعدوش الناس دي تتاجر بالحيوانات وتطلع على اللايفات وتعمل الحاجات الغريبه جدا اللي بيعملوها دي. مش هم دول يا جماعه خالص اللي يستاهلوا الدعم. بجد الموضوع معصبني جدا جدا، وطلعت اتكلم فيه لانه بجد دي تجاره، نوع من انواع التجاره. احنا ناس كتير مننا دايما تقول adopt don't shop، ودايما تقول اطلعوا تبنوا حيوانات، عشان احنا مش بنحب التجاره. جس وات اللي هي بتعمله ده يا جماعه؟ تجاره، تجاره. please don't help her. بجد الموضوع مزري للغايه. باي باي.